السلام عليكم، اهلا بيكم مره تانية في عرض اليوم مفتوح. معكم محمد مجدي اي كي ذا فليكس كينج on انستجرام. يا ترى ايه احسن ذره حلوه معلبه موجوده في السعوديه؟ في عندنا 5 انواع بدون اضافه سكر، وعندنا 3 انواع حاطين عليهم سكر. فخلينا نجرب ده ونجرب ده ونحكم عليهم كلهم ونشوف احسن نوع من الثمانيه. يلا بينا. هبتدي الاول بالانواع اللي هم حاطين عليهم سكر، فهي ذره وملح وميه وسكر. اول نوع معانا من شركه فريشلي انتاج تايلاند، دي ذره عليها سكر. ده مبدئيا ده الشكل العام. هما بيقولوا حاطين عليها سكر، بس هي مش مسكره خالص، والذره فيها مزازه كده، فمش عارف هيبان اما نعدي على النوع التاني. نروح اللي بعده. تاني نوع معانا من شركه اورينت جاردن، برضو دي ذره محطوط عليها سكر وانتاج تايلاند. يمكن الذره دي اغمق شويه من اللي فاتت كانت فاتحه. دي باين ان التسكيره مش ارتفيشال، مش الذره اللي مسكره، بس الذره ناشفه. يعني التانية كانت ذره طريه عم بتدوب في البق، لكن دي الذره ناشفه وقشرتها تخينه. نروح اللي بعده. تالت نوع معانا ده، وده اخر واحد متضاف عليه سكر، من شركه العلالي، برضو انتاج تايلاند. برضو الذره دي شويه فاتحه شويه غامقه، حاجات حبوب صغيره وحبوب كبيره. ده منظرها. أوبس. دي انشف من اورينت جاردن، وبرضه قشرتها تخينه، مش عارف. نروح اللي بعده. دلوقتي نبدا الانواع اللي هي مش متضاف عليها سكر. ده رابع واحد معانا النهارده، نو اد شوجر، العملاق الاخضر، انتاج فرنسا. دي الذره ريحتها حلوه جدا ولونها اورنج اورنج. دي فعلا الذره مسكره، ناشفه شويه بس مستويه، يعني ما تحسش بالقشره اللي حوالين حبه الذره زي اللي فاتوا، فدي حلوه. نروح اللي بعده. خامس نوع معانا من شركه جودي، انتاج الولايات المتحده الامريكيه، برضو من غير سكر. ريحتها حلوه بس شكل الذره مهري شويه جوه. خلينا نشوف هتبقى عامله ازاي. الذره مسكره مستويه بزياده، يعني العملاق الاخضر كان درجه سوا الذره مظبوطه، لكن دي مهريه لدرجه انا شايفها فاصله عن القشره جوه العلبه. واللي بعده. سادس واحد معانا من شركه لايبيز، انتاج الولايات المتحده الامريكيه، برضو ناتشورال سويتد، معلوش اي اضافه سكر. لايبيز انا كان عندي معاها ايشو في الحلقه بتاعه الفواكه المعلبه، الخوخ والاناناس، اللي ما شافهاش هحط اللينك هنا. فخلينا نشوف هل في الذره نفس الموضوع ولا مختلف. برضو الشكل المبدئي حته ان هي مهريه شويه جوه العبوه، نفس اللي حاصل في جودي، بس هي ريحتها حلوه. خلينا نشوف عامله ازاي. الحمد لله مفيش طعم صفيح. تقريبا اولموست هي اللي في جودي، هي تقريبا يعني نفس الذره بنفس الطعم بنفس درجه السوا. نروح اللي بعده. سابع نوع معانا من شركه هنا، دي الغريب ان هي انتاج تايلاند بس ما عليهاش سكر، غير اللي فاتوا كان انتاج تايلاند وعليهم سكر. فخلينا نشوف هنا عامله ازاي. الذرة مخلطة أبيض على أصفر، والأبيض هو الأغلبية العظمى زي ما انتم شايفين. خلينا نشوف هل مسكرة مستوية ايه ظروفها. اوه. دي الذرة ناشفة ومش مسكرة وفيها طعم مادة حافظة، يعني لا دي لا خالص. نروح اللي بعده. آخر نوع معانا تامن نوع من شركة كاليفورنيا جاردن، إنتاج تايلاند، برضو دي معلهاش سكر. برضو مخلط أصفر على أبيض، بس يمكن الأصفر طاغي شوية عن الأبيض غير اللي فات. خلينا نشوف. برضه ناشفه مش مسكره. نروح للتقييم. طيب، وبعد ما جربنا الثمان انواع اللي كانوا معانا النهارده، انا بالنسبه لي من وجهه نظري الشخصيه، تقييم شخصي، عشان بس في ناس اختلفت معايا في الموضوع. دلوقتي احنا لما بتجيب الحاجه كمنتج واحد وبتاكله وبيعجبك، ده معناه ان انت ما جربتش الانواع التانية في نفس الوقت او في نفس اللحظه. اما تجرب الحاجه كلها في نفس اللحظه مع بيبان الفروقات اللي فيها. فممكن بالنسبه للناس كلها مفيش ولا منتج من المنتجات دي مش حلو او بالنسبه لهم كويس، لان هم متعودين عليه. بس هي الفكره انا بحاول اوضح لكم ايه الافضل لو جبنا كلهم مع بعض وكلناهم مره. فبالنسبه لتجربه النهارده، اول نوع بالنسبه لي العملاق الاخضر، انتاج فرنسا. ده ذره مستويه مظبوط، طعمها حلو، تسكرتها مظبوطه، وقوامها مظبوط مش مهريه. يجي بعده جودي لايبيز. الاثنين دول اشتركوا في نفس طريقه الذره ونفس الطعم ونفس التسكير.
تسكيرة، والاثنين انتاج الولايات المتحدة الامريكية، ده انتاج فرنسا. لو اختار واحد من اللي كان عليهم سكر في الطعم كان بالنسبة لي فريشلي، وبعد كده في الترتيب كالتالي: اورينت جاردن، حدائق كاليفورنيا، ويجي بعديه العلالي، واخر نوع بالنسبة لي اللي ما اعتقدش ان انا ممكن اجيبه مرة تانية هو هنا. ودي نتيجة التجربة بتاعتي وبس والله. وبعد ما شفت تجربة النهارده ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعل جرس التنبيهات عشان تجيلك الفيديوهات الجديدة اول باول. ما تنساش تعمل شير للفيديو على الاقل لواحد من اصحابك، على الفيسبوك، على الواتساب، على الماسنجر، على التويتر، على الانستجرام، عشان نكبر ونقدر نعمل فيديوهات اكتر. اشوفكم الاسبوع اللي جاي مع تجربة جديدة في عرض اليوم مفتوح. بيس بو.